مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. طبعا ما كانش في فرصة ان احنا نتكلم عن مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو. طبعا المباراة اللي انتهت بالتعادل. منتخب مصر حقق الهدف من رأيي اللي كان محتاجه. خلاص انت محتاج نقطتين علشان تتأهل رسمي. يعني لو فزت على جيبوتي في مصر طبعا، ودي المفروض ان هي مباراة سهلة، يتأهل إن شاء الله منتخبنا الوطني لكأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا 2026. أنا مش عاجبني يعني إن في محللين كتير قطعوا في منتخب مصر وحسام حسن، خصوصا إن أنا شايف إن مباراة بوركينا كانت أفضل من مباراة أثيوبيا اللي قبليها، وشايف إن الأداء حتى خصوصا في الشوط الثاني كان أفضل بكتير من الشوط الأول. وانت الهدف زي ما قلنا قبل كده في التصفيات ان انت يعني تحقق الهدف المطلوب، وهو ان انت تتأهل لكأس العالم اللي جايه ان شاء الله. وقلنا ان الاداء مش هنحكم عليه او مش هنحكم على حسام حسن الا من خلال بطولة مجمعة اللي هي هتكون كأس افريقيا ان شاء الله في بداية العام الجديد. وانا يعني شايف ان منتخب مصر برضو في الشوط الثاني كان ممكن ان هو يحقق الفوز في كام كوره جم لمصطفى محمد، اللي طبعا الناس كلها بتقول لك ازاي مصطفى محمد ما يلعبش. في محللين كتير قالوا لك لازم مصطفى محمد يلعب، وانا اتفق معاهم في النقطه دي. لو انت عندك مصطفى محمد واسامه فيصل في منتخب مصر، اكيد هتلاعب مصطفى محمد اللي بيلعب في فرنسا ومحترف في فرنسا. ولكن الموضوع ملوش علاقه بالمستوى، الموضوع ليه علاقه ان حسام حسن عايز يعني يدي درس كده لمصطفى محمد، ان انا ممكن انزلك في اي وقت، ان انا ممكن العبك في اي وقت، اخرجك في اي وقت، وانت ما تعترضش على تغييراتي. انا شايف ان لو حسام حسن كان عايز فعلا يعاقب مصطفى محمد، كان الاولى ان هو ما يستدعوهوش للمنتخب الوطني، احسن من ان انا انزله 5 دقائق، لان في لعيبه انا كده يعتبر ان انا بختبر تحمله او ثباته الانفعالي. فاعتقد ان كان الافضل ان انا لو عايز اعاقب لعيب خلاص ما استبعده لمده مثلا المباراتين دول، ولغايه ما يعتذر لي وارجعه تاني يلعب المباراه اللي بعديها. ولكن المنتخب عامة اللعيبة كلها كانت في مستوى معقول. في لعيبة أنا اتفاجئت بصراحة بمستواها زي رامي ربيعة، كان يعتبر مستواه كويس في المباراة. محمد هاني كان مستواه كويس، وأنا بشوف إن ده أحسن مركز يلعب فيه محمد هاني لما بيكون عنده حرية كبيرة في خط الوسط. لما بنلعب ب3 في خط قصدي في خط الدفاع، بتلاقي محمد هاني اداؤه اعلى، بيعرف يسلم الكوره، بيعرف يستخلص الكوره، فبيكون اداؤه افضل. هنيجي بقى لحاجه تانية، مروان عطيه اللي انا بصراحه طبعا كل الناس اتفاجئت ان هو كان موجود في التشكيل الاساسي. كان كل الاخبار اللي جايه ان مهند لاشين هو اللي قريب انه يلعب المباراه، ولكن كابتن حسام حسن خد ريسك ان هو لعب مروان عطيه. انا شايف لو كان مروان عطيه حصل له اي اصابه، خصوصا انه ما عندوش حساسيه المباريات، اللي كان هيتحمل الاصابه دي ساعتها كان الكابتن حسام حسن. ولكن بصراحه مروان عطيه ادى اداء عالي وقوي جدا جدا جدا. انا اتفاجئت، الناس كلها اشادت بيه باستثناء واحد طبعا هنتكلم عليه دلوقتي، الهجاص اللي كلنا عارفينه. ولكن زي ما بقول لك كده مروان عطيه فاجئني انا شخصيا، واثبت ان في منتخب مصر حاليا مفيش بديل لمروان عطيه. كان طبعا زمان لما كان طارق حامد بيلعب في برضه في المركز ده هو وحمدي فتحي، كان الاثنين بصراحه، والنني طبعا معاهم بعديها، كانوا في يعني وفره في اللعيبه في المركز ده. ولكن حاليا انا بشوف ولا في النادي الاهلي ولا في منتخب مصر في بديل لمروان عطيه، واثبت ده غيابه سواء في كاس العالم او بعد كده في الدوري المصري مع النادي الاهلي. فاتمنى ان مروان عطيه يكمل بالشكل ده، وانه يركز ويخلي باله برضه من موضوع الاصابات، لان انت ممكن ترجع من اصابه طويله تعمل مباراه كويسه، مباراتين 3 مع الحمل يحصل لك اصابه تانية. حتى لو انت ما عندكش اصابه عضليه، على فكره موضوع ملوش اي علاقه. يعني انا ممكن يكون عندي اصابه في الكتف او اصابه تانية ملهاش علاقه برجلك،
ولكن انت ما عندكش الحمل التدريبي بتاع المباريات، فتيجي تحط حمل زياده يحصل اصابه، وهو ده اللي كان بيحصل مع لعيبه النادي الاهلي، الحمل الغلط اللي كان المدير الفني ريبيرو بيديه للعيبه. فاتمنى ان مروان عطيه يخلي باله الفتره اللي جايه عشان ما يحصلوش اي اصابات. وده اللي هياخدني بقى للهجاص رضا عبد العال، اللي بيطلع يقول لك ان طبعا كان بيحلل الماتش في البرنامج بتاعه، فطلع قطع في مروان عطيه اللي كل الناس اشادت بيه، وكل يعني تحس ان رضا عبد العال ده بيتفرج على كوره غير اللي احنا بنتفرج عليها، بيتفرج على ماتشات غير اللي احنا بنتفرج عليها. ده شيكابالا اللي هو زملكاوي متعصب، اول واحد شكر فيه بعد المباراه في الاستوديو هو مروان عطيه. قال لك انا اتفاجئت بمروان عطيه، مروان عطيه ادى اداء عالي جدا جدا. وخد عندك بقى كل المحللين اللي بيفهموا طبعا شكروا في مروان عطيه وفي دوره في المباراه دي. يطلع واحد طبعا مباراه الحمل فيها كان على خط الوسط اكتر بكتير من الدفاع ومن الهجوم. اولا لان انت ما كانش مطالب منك ان انت تكسب، والا كنت هتلاقي انتقادات كبيره لخط الهجوم، محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش وكل اللعيبه اللي لعبت قدامه، اسامه فيصل ومصطفى محمد. وخط الدفاع برضو ما كانش فيه خطوره كبيره جدا من منتخب بوركينا فاسو. فكان المشكله اللي حاصله او الضغط الكبير اللي كان حاصل كان في منتصف الملعب، ومروان عطيه قدر يسد الدور بتاعه بشكل كبير جدا. وبعدين يا رضا، يا اللي انت بتنتقد مروان عطيه، انت مش كنت دايما بتقول مهند لاشين وبتشيل مهند لاشين ان هو اللي لازم يلعب والكلام ده كله في منتخب مصر؟ اول ما نزل مروان او اول ما نزل مهند لاشين عمل غلط، كان ميس باص بشكل كبير جدا جدا والكره اتقطعت منه، وكانت هتترد على منتخب مصر تبقى هجمه خطيره، كانت ممكن تبقى هدف، واللي غطى وراه على طول وقطعها واستخلصها مروان عطيه. ومروان عطيه في الماتش ده كان اكتر لاعب استخلص كور، هو ومحمد هاني، وبعديهم يجي رامي ربيعه. فيطلع رضا عبد العال الهجاص يقطع في مروان عطيه ويقول لك ما عملش حاجه في المباراه وكان ملوش اي دور وما كانش المفروض ان هو يلعب. فانا ما اعرفش، زي ما بقول لك رضا عبد العال بيتفرج على كوره غير اللي احنا بنتفرج عليها. ولكن احنا اتعودنا كده من رضا عبد العال، دايما بيقول كلام ملوش اي علاقه بالتحليل. شوف تقييماته للعيبه، بيقعد يدي لعيبه صفر في التقييمات. يعني تخيل بقى اللعيب ده واخد صفر تقييم، يعني كانه اصلا ما راحش المباراه، كانه كان جثه هامده. يعني ما فيش اي تقييم موضوعي في اي حته في العالم، في اي استوديو في العالم يدي لعيب صفر، او يدي التقييمات اللي هي بتبقى منخفضه بتبقى 5/10، 6/10، 5 مثلا ونص من 10. ولكن ده تحس ان هو ممكن لعيب يديله 3 ولعيب يديله 10. يعني حاجه غير منطقيه، او يديله صفر، حتى حاجه غير منطقيه بالمره. وممكن هو يبقى تقييمه 0 أو 1، ويبقى تقييم المحلل اللي جنبه مثلا 6 أو 7/10 لنفس اللاعب. فطبعا دي تعرف ان هي تقييمات بدون علم وبدون اساس وبدون موضوعيه. ولكن زي ما بقول لك، طول ما انت بتدي الميكروفون للجهله والناس اللي ما درسوش ولا عرفوا علم الكوره، مش معنى ان انت لعيب كوره كويس ان انت كده تفهم في الكوره وتفهم ان انت تحلل وتفهم ان انت تحلل الاداء بتاع اللعيبه. فعلشان زي علشان كده بقول لك ان لازم الناس اللي تطلع في الاعلام الرياضي المصري تكون ناس متخصصه، ناس دارسه، ناس معاها شهادات تدريبيه، علشان تقدر تحلل فعلا، او تبقى محاضره في الاتحاد الدولي علشان تقدر تحلل بشكل موضوعي. فاتمنى ان يحصل تغيير في الاعلام الرياضي، لان الجهل اللي بيطلع في الاعلام بيأثر بشكل كبير جدا جدا على التشكيل الوجدان بتاع المشاهد نفسه. يعني ممكن المشاهد يتاثر بالاراء دي، فيقول لك فعلا بعد كده بقى الاداء مثلا اللعيب ده 0، اداء اللعيب ده 2، والكلام ده كله. فان شاء الله يحصل تغيير علشان نستفيد حتى بالناس اللي بيحللوا. انا ما بشوفش الا 5 6 من اللعيبه اللي كانوا اللعيبه القدامى اللي هم بيحللوا بشكل موضوعي وشكل كويس. هنروح للنادي الاهلي سريعا. طبعا كل اللي شاغل الناس
هو المدير الفني. والحمد لله ان انا قلت لك الاسماء اللي كانت بتطرح في الاعلام الفتره اللي فاتت والاسماء الكبيره دي كلها كانت فرقعه علشان الناس تجيب مشاهدات وعشان الناس يتفرجوا عليها. وقلت لك البادجت اللي حطه النادي الاهلي للمدير الفني اللي هو تقريبا في حدود 3 مليون دولار ممكن يعلى ل 3.5، ولكن هو ده سقف النادي الاهلي في المدير الفني. في بقى اسم سويسري مرشح، في اسماء كتيره مرشحه، ولكن زي ما قلت لك ان النادي الاهلي واخد راحته وعايز يدي الفرصه لعماد النحاس في المباريات القادمه علشان ما يحصلش اي تاثير او تشويش على المدير الفني. والمباراه الجايه هتلاقي ان شاء الله امام عاشور موجود في السكور، واحتمال يديله جزء بسيط من المباراه لانه بدا يرجع التدريبات بشكل قوي ولعب مباراه مع منتخب الشباب هو واحمد عبد القادر، فممكن تلاقيهم هما الاثنين في السكور شيت بتاع المباراه اللي جايه. استنونا في حلقه جديده في الكره معاك.